كتقرب شويه من الناس، ولكن كتحس بلي شي حاجه في الداخل ديالك كتقول لك خلي واحد المسافه، ما تقربش بزاف. وكتحس براسك بحال باغي واحد النسبه من الثقه ديال التعامل مع الناس، ولكن في نفس الوقت كتبقى دائما دير واحد الحراسه مشدده على راسك. تخيل معايا كاين شي واحد في حياتك، صديق، شريك او حتى زميل في الخدمه، ولكن كتحس به واحد الانسان مزيان، ولكن غير كتبدا تهضر معاه كتحس براسك كترجع للور، وما كتقولش كلشي، ما كتعطيش الثقه ديالك الكامله، وكتقول الا انا تكت بزاف غادي نتاذى. فالثقه في هذه الحاله دايره بحال واحد الباب فيه واحد سيستم دالارم. في هذا الباب كان في الماضي واحد الانسان دخل هرسو، وهنا هذاك لو سيستم دالارم تبدلات الطريقه باش بدا كيخدم، فولا تري سونسيبل، واي حركه عندها علاقه بالباب كيشعل. وهنا هذاك جهاز الانذار ولا كيشعل في اي حاله، واخا يكون هذاك الشخص ما كيشكلش واحد الخطر كبير، ماشي في الشخص او في الباب. هنا المشكل في هذاك جهاز الانذار او سيستم دالارم اللي ولا كيخدم بواحد الطريقه تلقائيه ولا تري سونسيبل. وهنا على مستوى اللاوعي ديالك، فإلا كنتي واحد النهار تعرضتي لواحد خيبه الامل، واحد الخذلان، واحد الجرح عاطفي، فالجسم ديالك ما تينساش، وهنا لو سيستم نيرفو ديالك تيخدم باش يسبق يعرف لو دونجي قبل ما يوقع لو دونجي. وهنا الشك تيولي تيكبر باش تيولي واحد الاليه حمايه اللي كيدير لها الجسم باش ما يعاودش يعيش نفس لا سوفرانس. وهذا لو ميكانيزم فاش كيكبر بزاف كيولي الانسان عنده مشكل في التعامل مع الناس بصفه عامه. وهنا في لاكومبانيون ما كنطلبوش واحد الثقه اللي هي تجي دقه وحده، ولكن حنا كنبنيو واحد الثقه اللي تكون سليمه واكيليبري. هنا كتبدا كتبني الثقه شي شويه بشويه مع راسك اول حاجه، ومن بعد مع الناس اللي ممكن انني نبني معاهم واحد الثقه تكون بناءه وسليمه.